حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. طبعا شايفين الحلاوة دي كيكة التمر زي ما انتم شايفين اهو، او البلح زي ما بيقولوا كده. هنا كان معايا شوية بلح، حطيت عليهم لبن سخنين عشان يتفكوا كده ويبقوا البلح يبقى لين كده معايا واعرف احطه اهو. زي ما انتم شايفين اللبن كان مغلي على النار اهو. سبتها بقى تهدى لوحدها كده شوية على جنب لحد ما اعمل الكيكة. عملت بيضتين زي ما انتم شايفين اهو. هي زي اي كيكة طبيعية هتعمليها عادي جدا، بس الزيادة فيها انك هتحطي البلح او التمر. حطيت فانيليا، طبعا انتوا عارفين البيض يبقى فانيليا في اي حاجة. حطيت سكر، كوباية سكر، وقلبته كده شوية حلوين. هنشوف مع بعض. هنا بعد ما قلبته شوية حلوين كده حطيت معلقة من محسن الكيك او زي ما انتم شايفين، بيخلي طعم الكيكة حلو قوي وبتبقى مظبوطة. وحطيت كوباية زيت اهو زي ما شايفين، وقلبت شويه حلوين برضو، بس ما قلبتش كتير. انا قلبت بس اللي هو كله يدخل كده مع بعضه، وبعدين خلاص قفلتها اهو. طبعا احنا افتكرنا هنا اللي احنا لسه هنضرب تاني. هنا بقى البلح اللي مع اللبن حطيته في الخلاط، وزودت لبن برضو وعملته في الخلاط. هنشوف مع بعض. هنا بقى لحد ما يضرب حطيت دقيق عليه البيكنج باودر زي ما شايفين اهو. حطيت واحده واحده في المكونات اللي احنا عملناها سوا، اللي هو البيض، الفانيليا، الزيت اهو زي ما شايفين. وهو البلح بعد ما عمل مع اللبن حطيته برضو في الكيك زي ما انتم شايفين اهو. وقلبت بس ما قلبتش كتير، طبعا انا قلبت بس لحد ما كله يتخلط كده عشان الهواء ما يدخلش فيه او يطلع منه. كانت مامتي قالت لي حاجه زي كده بس انا مش فاكراها بصراحه. المهم حطيت تحت كده في القعر زي ما بيقولوا كراميل اهو زي ما شايفين. الكراميل ده عادي جدا تعمليه بسكر على النار لحد ما يعمل معاكي زي الكراميل كده، بس خلي بالك لا تحرقيه اهو زي ما انتم شايفين. وزعته بقى حوالين الجوانب وكل ده، وحطيت الكيكه زي ما انتم شايفين. وخليكي واحده واحده عشان ما يحصلش اللي حصل معايا ده اهو بالشكل ده. حطيها كلها، طبعا لازم تخبطي فيها كده عشان تظبط. حطيتها في الفرن، وده بعد ما طلعت من الفرن. بتقلبيها بقى على حسب، ممكن وهي سخنه وممكن مش وهي سخنه، بس احنا حابين نعملها وهي سخنه كده على طول عشان ننجز اهو زي ما انتم شايفين. هتشوفوا بقى طعمتها وحلاوتها، وبجد تحفه تحفه، لازم تجربوها. واتمنى تجربوها وتقولوا لي تجربتكم معاها بقت عامله ازاي. ويلا ما تنسونيش بقى في كل جديد، وان شاء الله هنزل لكم بحاجات جديده حلوه. يلا باي باي.